النهاردة الكلام على الحملات الممنهجة اللي ماشية على الفنانين المصريين على السوشيال ميديا اليومين دول. حملات شتيمة وإهانة. تمام، أنا مش عارفة هل دي مثلا ناس حد دافع لها من بره إنها تخش وتقعد تشتم في الممثلين والفنانين المصريين بالطريقة دي. يعني ده ما اسموش نقد. تمام، ده مش نقد ان انت تهين الشخص اللي قدامك وتشتمه بعيلته وبأهله وببيته. ده ما اسموش نقد وما اسموش ان انت بتقول رأيك. انت رأيك لا يتعدى ان انت احترام الغير. انت يعني ان انا اشتمه، انا كده مش بنقده ومش بقول رأيي. تمام، انت كده بتعبر عن البيئة اللي انت طالع منها. آه، منى زكي عملت فيلم. تمام، قبل ما الناس تشوفه، قبل ما الناس تخشه، قررت انها تحكم عليه وقررت انها تشتمها هي وعيلتها واللي جابوها. انا مش فاهمه ليه. طب ليه؟ يعني الست دي اكيد عندها عيله وعندها اطفال وعندها ناس تمام في حياتها. ما ينفعش انها تتعرض للاهانه دي لمجرد انها فنانه وانها قررت انها تعمل فيلم، او قررت انها عملت فيلم من كذا سنه وكان فيه مشهد ما عجبش بعض الناس، فالناس ماسكه في المشهد ده وقررت انها هي تهينها بسبب مشهد هي عملته. هي في الاول وفي الاخر ممثله على فكره، يعني ممثلة وأدت مشهد تمثيلي وخلاص الموضوع انتهى. ما عجبكوش خلاص ماشي، قول رأيك ان ما ينفعش ان مش عارف ايه، انقد، بس انقد بالنقد الفني البناء. تمام. الفيلم الناس ما شافتوش عشان تعمل عليها الحملات الفظيعة بالطريقة دي. انت من حقك انك تقول رأيك ومن حقك ان انت تنقد العمل الفني اللي الفنان عاملهولك. تمام، بس انت تنقد أداؤه التمثيلي. ما ينفعش ان احنا نهينه كشخص، كبني ادم، كانسان. ما ينفعش. احمد السقا عمل فيديو يعني بنية صافية ان هو طالع بيساند محمد صلاح. تمام. الفيديو برضو شتيمة واهانة. ولسه شايفة فيديو لاحمد السقا مع عمرو اديب طالع متأثر وزعلان، وهو ليه حق ان هو يتأثر وليه حق ان هو يزعل، لان مش من حق اي حد ان هو يهينه ويهين عيلته وعياله والكلام ده. يعني ما ينفعش يا جماعة، ما ينفعش نوصل انسان للمرحلة دي. يعني انا واحدة مثلا الجيل بتاعي احنا اتربينا على الافلام دي، اتربينا على افلام احمد السقا ومنى زكي واحمد حلمي ومنى شلبي. ده هم دول الجيل بتاعنا احنا، وهو بالنسبة لنا ميجا ستار. احمد السقا بالنسبة للجيل بتاعي ميجا ستار. تمام. مش عارفة بقى الجيل الجديد اللي طالع اللي هو بتاع التيك توك اللي بيتفرج على ام ساجدة وام عمر وام مش عارف مين دول. دول بالنسبة لكم ناس من ولا حاجة، انتوا خليتوها مشهورين. يعني ام عمر دي ولا ام ساجدة ولا واتيفر. تمام، انتوا خليتوهم مشهورين وبتتفرجوا عليهم وبتدوهم مشاهدة وبتدوهم فلوس. تمام، وعملتوا منهم ناس كبيرة في المجتمع من ولا حاجة وما قدملكوش اي حاجة اصلا. فانت تيجي بقى بعد كده في الناس اللي هم عملوا لنا افلام من 20 سنة، وكانت الفترة دي في تاريخ مصر عملت افلام. يعني انا بالنسبة لي وبالنسبة للجيل بتاعي كنا بنخشها في السينما وكنا بنعلق بوستر احمد السقا في الأوضة، ومنى زكي كانت فتاة احلام الشباب ساعتها. احنا اتربينا على الافلام دي وعلى الجيل ده وعلى الناس دي. تمام. ولما هو يطلع يقول ميجا ستار، ميجا ستار، احمد السقا ميجا ستار. احمد السقا عمل افلام في مصر في ساعتها فيها كان اكشن وحاجات ما كانش في حد بيعملها. يعني فالجيل بقى اللي طلع بعدينا اللي هو بقى بيتفرج على محمد رمضان ومش عارف ايه والتيك توك والكلام ده، بالنسبة لكم الناس دي مش عارفة انتوا شفتوا افلامها اصلا ولا لا، انا معرفش. بس ده ما يدلكش الحق خالص ان انت تطلع وتشتم فيه وتهينه وتقعدوا تشتموا بقى وحسبي الله ونعم الوكيل وانتوا خربتوا البلد وانتوا مش عارف ايه وانتوا بوظتوا البلد وانتوا مين اصلا وانتوا مش عارف ايه. لا معلش، معلش. مصر بلد فيها فن وفيها فنانين وفيها ممثلين وفيها ناس محترمة وفيها ناس بتقدم فن مصري كويس، وهنفضل طول عمرنا في الحتة دي عندنا الريادة فيها. سواء بقى اي دولة تانية مش عاجبها الموضوع ده، لا معلش، مصر عندها الريادة وهتفضل في الريادة دي. تمام، وهيفضل الفنانين المصريين بتوعنا محترمين وبيقدموا لنا فن كويس وهنفضل نحترمهم. احنا يعني بالنسبة لنا هما كانوا ممثلين وما زالوا ممثلين يستحقوا المكانة اللي هما فيها. تمام. وبعدين الفنانين المصريين لما بيطلعوا في اي حتة في العالم وبيكرموا بيقولوا الفنان المصري او الفنانة المصرية.
واي حد مصري بيتكلم مع مثلا حد من اي دولة عربية ويقول له مثلا انا من مصر، يقول له اه بلد عادل امام، بلد ام كلثوم، بلد عبد الحليم حافظ. فقد كده الفن بيأثر في الناس، وبيأثر في ثقافة الشعوب عامة. الفن حاجة جميلة، والفن حاجة مهمة. وكون ان مصر عندها المكانة دي، المكانة الفنية دي، فما ينفعش ان احنا اهل البلد تمام ان احنا نقلل منهم بالطريقة دي. انقدهم، انا ما بقولش ما تنقدش، انقد، بس انقد ادائهم، انقد العمل الفني اللي انت شايفه، سواء عجبك او ما عجبكش تمام. بس ما ينفعش ان انا يعني اهينه وان انا اشتمه بالطريقة دي. اخر حاجه انا عايزه اضيفها، وممكن ما تعجبش بعض الناس، ممكن ما يوافقوش عليها اساسا، بس انا يعني هقولها لان دي امر واقع، ودي حاجه موجوده في كل المجتمعات، ان كل مجتمع فيه طبقات تمام، وكل طبقة مختلفة عن التانية في اسلوب حياتها واسلوب تفكيرها. فانا مش معنى ان اللي قدامي ده مختلف عني في اسلوب حياتي او اسلوب تفكيري ان انا اشتمه اهينه تمام. لازم يكون في ثقافة تقبل الغير واحترام الغير. فمش معنى ان اللي قدامي مختلف عني ان انا ادي نفسي الحق ان انا اشتمه اهينه. فيا ريت يعني بجد من الحكومة، أنا نفسي الحكومة فعلا تعمل حد لموضوع السوشيال ميديا. وبعدين في كمان يعني صفحات على الفيسبوك، صفحات مسمية نفسها يعني ان هي صحافة، بس دي مش صحافة. يعني انا درست اعلام وعارفة يعني ايه صحافة. فاللي هم بيعملوه ده مش صحافة، ان هو يروح مثلا اي ايفنت فيه ممثلين تمام، ففي ممثلة لابسة مثلا فستان قصير شوية، فانا اجي بالكاميرا اصورها في زاوية معينة تمام، واقوم حاطط بقى ايه عنوان للفيديو، شاهد الممثلة مش عارف ايه تعرضت لموقف محرج علشان يجيب ايه مشاهدة وفيوز والناس تخش على الفيديو. فانت لو مسمي نفسك صحفي فانت لا تمت للصحافة بأي حاجة، دي مش صحافة تمام. الصفحات اللي على السوشيال ميديا اللي هي بتسترزق من اللقطات، وان هم مثلا يصوروا واحدة قاعدة في وضع مش مناسب، وممكن تكون يعني مش واخدة بالها اصلا، وانت تروح تصورها وتنزل الفيديو علشان تجيب مشاهدة عشان يخش لك فلوس. فانا شايفة بصراحة ده رخص تمام. يعني ومش عارفة ازاي ما فيش رقابة وما فيش حد يعني بيحط الناس دي في مكانها الطبيعي بصراحة. يعني انا مش عارفة، والناس للأسف بتخش وتتفرج وتقعد تشتم ومش عارف ايه وكده. يعني ارتقوا شوية يا جماعة بجد، ارتقوا وارحموا الفنانين المصريين وسيبوهم في حالهم، وبلاش ان انتوا كده تقعدوا تنهشوا فيهم بالطريقة دي. يعني الناس دي لو انت مش يعني مش عاجبينك او كده ما تتفرجش عليهم. يعني انت ليك حرية الاختيار ان انت ما تتفرجش، بس ما تديش لنفسك الحق ان انت تطلع وتقعد تشتم فيه وتهينه بالطريقة دي. يعني هما في الاول في الاخر بني ادمين، وعندهم عائلات وعندهم اطفال وعندهم ناس بتحبهم، فما ينفعش ان احنا نقعد نسلخهم بالطريقة دي. اتمنى ان يعني اتمنى ان الفيديو ما يجيش عليه برضو كومنتات كده. ويا ريت ان شاء الله اتمنى ان احنا يكون عندنا بعض الاحترام للفنانين المصريين والفن المصري. شكرا.